السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع وصفات بنات للطبخ. فيديو جديد إن شاء الله نحضروا الشباكية بطريقة جد سهلة ومبسطة بمقادير مضبوطة وناجحة في 100%. كتجي معلكة وهشيشة وفي نفس الوقت يعني كما قلنا بمكونات جد بسيطة. غنحتاجو كيلو ديال الدقيق يكون منخول أو مغربل قبل. نحتاج 2 كيسان ديال الزنجلان أو السمسم اللي مطحون وغربلناه. نحتاجو معلقة كبيرة ديال اليانسون أو النافع، معلقة كبيرة ديال القرفة حتى هي مغربلة، نحتاجو واحد القبيصة ديال الملحة. من بعد نخلطو المكونات مزيان. بعد ما خلطناهم نضيف عليهم كاس ديال الزبدة مذابة، يعني العبارة بكاس ديال العنبة ما يعادل 190 مليلتر. نحتاجو كذلك كاس ديال الزيت، ممكن تعوضوه بزيت زيتون او ديروا نص زيت مائدة وزيت زيتون. يعني هنا بعد ما درت المكونات نحاول نبسبسو الخليط بهذا الشكل، يعني حتى تدخل الزبده مزيان. يعني بعد ما خلطنا المكونات ندوزو باش نحضروا الخليط اللي غنحتاجو ليه كاس ونص ديال الماء زهر، نصف كاس ديال الخل، نحتاجو ملون او اللي عنده زعفران شعره يكون احسن. يعني كنوضعوه فوق النار حتى يسخنوا مزيان. في هذه الاثناء كنضيفوا نص صفار بيضه، يعني ما نضيفوش البيضه كامله غير فقط صفار. كذلك المستكه او المسكه الحره غنضيفوا نصف معلقه ديال خميره الخبز ونصف معلقه ديال خميره الحلويات ما يعادل 4 غرام. يعني نحاولوا اننا نجمعوا الخليط بالمزهر والخل بهذا الشكل، غنضيفوا تدريجيا حتى تجمع العجين. بالنسبه للعجين غيكون قاصحه شويه، يعني باش ما تعذبناش في الخدمه. يعني كما قلنا يعني الطريقه جد سهله وبسيطه، نتمنى على الله انكم تجربوها وتنجحوا فيها، خصوصا البنات المبتدئات اللي كيخافوا من الشباكيه. يعني هاد الطريقه جد سهله وعاد تساعدهم بزاف. يعني هنا بعد ما جمعنا العجين ديالنا كنحاول اننا ندلكوها شويه، من بعد نقطعوها بهذا الشكل. نسرحوها بالتلاك على شكل مربع، ومن بعد يعني نطويو الاجناب داك الطرف ديالها على شكل بحال المسمن. يعني هاد الطريقه كتجي سهله وفي نفس الوقت يعني ما كتضيعش لنا الشباكيه، وكتجينا الشباكيه مورقه من الداخل. يعني نفس العمليه كنطبقها على جميع العجين اللي عندي. من بعد يعني كنغلفها بواحد البلاستيك غذائي باش ما تشكلش ديك القشره في العجين. من بعد يعني كنسرحوها بالدلاك. يعني بالنسبه اللي عنده الماكينه يعني يستعملها، اللي ما عندوش يعني فقط نحاولوا اننا نرقوها مزيان. اللي عنده الماكينه يدوزها في رقم 4 ومن بعد رقم 6. يعني بعد ما عندك يعني كنحاول انا نقطعو بهذا الشكل الاطراف، ومن بعد يعني نقطعوها في الوسط 1 2 3 4 ونقطع 1 2 3 4 ونقطع. يعني بهذه الطريقه كنحاول انني انا نثني الاطراف بهذا الشكل باش يجوني جوج على جوج. كيشيط ليا داك الطرف الاخير كنحاول انني نثني الطريفات ديالو بهذا الشكل ونضغط مزيان من الحواف ونقلب العجين ديالي بهذا الشكل. نحاول انني نقادها. نعم، هذا هو الشكل ديال الشباكيه. طريقه جد سهله وبسيطه. يعني هاد الطريقه هي المعتمده عندي لانها سهله وعمليه، يعني كتربحي بها الوقت وفي نفس الوقت سهله يعني بالنسبه للبنات المبتدئات. يعني نعاود معاكم واحده اخرى. يعني تلاحظوا غير كنقلب العجين فقط، يعني كنضغط من الاطراف وها
يعني الطريقة جد سهلة، نتمنى تكون واضحة. في الوقت تجربوها وتنجحوا فيها، وما تنسونيش بالتعليقات ديالكم. يعني هنا كان نفس الطريقه حتى كنكمل كاع الكميه اللي عندي كما كتلاحظوا، يعني نفس الحجم، يعني ما كاينش وحده كبيره وحده صغيره. في نفس الوقت يعني كتكون رقيقه لان مازال عاد تنفخ في القريان، يعني وكتجي سهله ويعني بدون عناء، وكذلك بطريقه جد سهله ومبسطه. يعني الان دوزو باش نقليوها، غنكونوا سخنا الزيت ديالنا. نحاولوا اننا من نديروا هاد التقله، يعني نقصوا شويه من النار باش هكذا طيب من الداخل وما تبقاش لنا معجنه او تجينا. يعني كما كتلاحظوا بدات تطيب، يعني نحاول انني نزولها من على النار ونعسلوها بعسل يكون بارد بهذا الشكل. يعني بعد ما نعسلوها نحاولوا نضعوها في نسقطروها مزيان ونزينوها بالزنجلان، يعني كما كنعرفوا يعني الشباكيه كتبغي الزنجلان. يعني الطريقه اللي درت معكم هي طريقه جد سهله وبسيطه، يعني ممكن اي واحد يصايبها. يعني بدون انك الطريقه كما قلت سهله وبسيطه. نتمنى على الله انكم تجربوها وتنجحوا فيها. يعني كنبقى نستمر بنفس الطريقه، نكمل كاع الكميه اللي عندي بالقليان، بعد كما قلت نزينها، يعني وكنحتفظوا بها تبقى مده طويله. ورمضان كريم بالصحه والسلامه، ويدخل على جميع المسلمين بالامن والامان. وتقبل الله، يتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. كذلك ما تنسوش انكم تابوناو في القناه اذا كنتوا اول مره كتشاهدوا هذا الفيديو. كذلك تدعمونا انك تضعوا جيم الفيديو، اقتراحات ديالكم. فهذه الشباكيه واجده حاضره، نتمنى الله تعجبكم وتجربوها وتنجحوا فيها. ومع السلامه، في امان الله وحفظه.